الآن على بعد 500 متر من معبر باب الهواء الحدودي مع تركيا. وهذه الوقفة التضامنية من أجل مرضى السرطان في مناطق الشمال السوري الذي تجاوز أعدادهم أكثر من 3000 إصابة، بينهم 600 حالة لم تتلقي أي جرعة إلى الآن. 100 حالة من مرضى السرطان حالتها خطرة جدا، تحتاج إلى استجابة طارئة، تحتاج إلى علاج سريع. نناشد جميع السلطات التركية والدول العربية بالاستجابة الطارئة لإدخال هذه الإصابات لإنقاذ الأرواح التي تعاني من صعوبة جدا كبيرة بعدم تلقي الجرعات. أضيف أيضا إلى نقطة مهمة أن هنالك 4 حالات توفي منذ أن أطلقت الحملة، كانوا بحاجة إلى علاج سريع ولم يتلقوا العلاج.